يا بختك يلي تسمعني وتكون من السامعين. احكي حكاية خطية عندها من السنين 50، عايشة في وهم وعذاب نفسها ترجع شباب، ودي سابت جوزها وعيالها وطيحة مع العزاب. كان ليها جار شباب واحد من الطلاب، جاي بلدها يدرس، خلت حياته عذاب. عرضت عليه نفسها كمان تديله المال، الشاب استغفر ربه وقال عيش حلال. ابعدي عني يا خالية وابعدي عني الشيطان. وطت على رجله ركعة قالت له انا عايزة حنان. اسمعني بلاش ملوعة دي فرصة بالمجان، لا هقول لك اتجوزني ولا عايزة ارفع حيطان. مش عايزة غير المتعة يا حم، هو انت مش انسان. ضحكت عليه بكلامها، ضحكت عليه بكلامها وجمعتهم شقته. الشاب دخل دماغها وعجبتها صحته، ولما الصحة ضاعت بقى شاف العريس يا خالتي. تستاهل يلي تمشي في سكة الشيطان وتصدق اي واحدة تقول انا عايزة حنان. اوعك تكون فاكر على كده النساء تقدر باين عليك غلبان، وكيدهن عظيم ومسطور بالقرآن. اخواتي صحيين، الستات لو ناوية تخون هتبيع ويكون مهما يكون. الستات هتبيع ويكون مهما يكون. من دور عيالها عليه لفت خلته بالناس. الستات العريس 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 اسمعش مني وقتلها وتتها دي من افعال. ما اسمعش مني وقتلها وتتها دي من افعالها. عاشت حياتها في وسط النار لبس السلك يا عشت الحرام ويا عاشقته، شاء المولى بمشيئته. قال تبقى العيشة فقر وذل حب انسداد. يا عم عاش والنبي عاش، يا عم عاش والنبي عاش. العريس عينا ليلة ليلة سودا ليلة ليلة، عينا ليلة ليلة سودا ليلة ليلة. على ايه؟ طب ليه؟ على ايه؟ طب ليه؟ يا عم فوق وابعد عنها، البطرة حرام وقلبنا وخدنا واشترى مالتها. ارفع يا حمص اسمع في حمص.